بتقولي ب150 جنيه تعملي ايه غير البشاميل؟ لا ده انا اعمل كتير قوي. تعالى اقولك انا عملت ايه. بس قبل اي حاجة صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قولي لي رأيك في الكومنتات، وما تستخسريش فيا الشير يا اختاه منك ليها. سمي بالله كده ويلا قولي. 150 جرام دول فيهم نسبة دهن يعني تقريبا هتيجي كورة. هي الكاميرا مكبراها زي ما انت شايفة، وانا حاولت على قد ما اقدر ابينها لك. ال 150 جرام دول نزلت عليهم ببصلتين، قرن فلفل حامي، بس كده. مش هحط توابل كتير، هديهم ضربة في الكبة، ضربة ناعمة على قد ما اقدر، وهنزل بيهم في اللحمة المفرومة. مش هنحط توابل كتير بما ان اللحمة مش كتير، فاحنا عاوزين نحافظ على نكهة اللحمة في الاكل. تمام يا ست الكل. هنزل بالبصل والفلفل السبايسي زي ما انت شايفة، وهنزل كمان بمعلقة ملح كبيرة، ومعلقة فلفل اسمر كبيرة. وهعجن الكلام ده كله بايديا. هتلاقيها شبه عجينة الكفتة بنسبة كبيرة، بس هي مش، احنا مش هنعملها كفتة عشان ربع كيلو كفتة ده مش هيطلعوا لك 10 صوابع على بعض. فاحنا عايزين نعمل وجبة تكفي أسرة اللهم بارك مكونة من 4 أفراد. هعجن الكلام ده كله وهبدأ أشكله. من ناحية تانية كنت محضرة عندي ايه بقى؟ بطاطسايه مقطعاها حلقات كده في سوا بعضها كلها، مش رفيعه ومش تخينه. وكمان مقطعه الطماطم كاني بعمل سندوتش برجر، حلقات برضو مش رفيعه ومش تخينه. ادي الطماطم وادي البصل. بحاول اوريها لك كلها تكون في مستوى واحد في الحجم والكميه، او ان هي تكون مدوره، يعني ما تكونش واحده طويله وواحده مدوره. وهبدا اعمل الكفته كور، وبطاطسايه، والطماطم في النص. والطماطم لازم تكون في النص عشان البطاطس تكون من تحت فتستوي، اللحمه المفرومه هتستوي على طول، فالبطاطس هي تقريبا اللي هتاخد سوا. هعمل التركه دي، هكور قطعه من اللحمه المفرومه، تحتها بطاطسايه، تحت في النص طماطمايه، يبقى بطاطس، طماطم، قطعه من اللحمه المفرومه. وهكورها لحد ما اخلص الكميه دي. ال 150 جرام من اللحمه على البصلتين تقريبا نفس الوزن، على قرن الفلفل، ملح وفلفل اسود. حافظنا على النكهه اللهم بارك. هامله الصينيه دي مش هتاخد معايا ثواني، كانت شهيه جدا جدا. وركزي في الصينيه دي عشان فعلا هتسد معاكي لو عندك عزومه ولا حاجه. هتدعي لي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. خلصت الصينيه دي كلها زي ما انت شايفه كده، وجبت كوبايه الميه اللي قدامك دي، نزلت بيها بنص معلقه من ال7 بهارات، وملح وفلفل اسود، بس كده. وهنزل كمان عليها بمعلقتين صلصه، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره، عشان المعلقه دي صغيره فانا هنزل بمعلقتين، ورجعت جبت معلقه كبيره اهو. اللهم بارك. وهدوب الكلام ده كله ومش هحط اي حاجه تاني. ما حطيتش حتى نقطه زيت ولا اي حاجه، هي اللحمه المفرومه هتنزل دهونها ودي كفايه قوي بالنسبه لنا كده. هقلب الكلام ده كله، وهحاول كمان اوزعه في الصينيه. بالنسبه لقطع البطاطس الصغيره اللي في الصينيه دي، اتبقى معاه بطاطسيتين، فبدل ما ارميهم قطعتهم قطع صغننه كده خالص، وبدات احطهم ما بين القطع او الرصه اللي انا عاملاها دي. كانت حلوه وطريقه شيك جدا، واتاكلت كمان اكتر من اللحمه والبطاطس المرصوصه وسط الطماطم. على نار عالية بقى اخدهم. اول ما تغلي هغطيها واغطي عليها. حاول النار في الاول تكون عالية، تغلي توطي عليها عشان ما تنشفش وتبقى جوسي كده. مش هتاخد معاكي نص ساعة على النار، اللحمة بالبطاطس كله هيستوي وهتبقى زي ما قال الكتاب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هنغطيها وهروح اعمل معاها شوية رز ابيض. خدت غلوة نزلتها الشواية، اديتها اللون، طلعت مفيش احسن من كده. اعملي معاها بقى شويه رز ابيض او رز بشعريه زي ما انت بتحبي. احنا كان بالنسبه لنا عملنا رز ابيض بمعلقه سمنه بلدي وشويه مخلل. اللهم بارك. يوم مشي في ستره، يعني بستره وفضل من الله سبحانه وتعالى. فكري ودبري حتى لو ب 150 جرام. كلنا حاجه غاليه علينا، كلنا بنحاول ونسعى وبنجتهد. صلي على الحبيب قلبك طيب. هستنى رايك في الكومنتات. سيبكم في رعايه الله.